السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اسف على الفتره الطويله اللي غبتها، بس انا جاي لك بحلقه قويه قوي، حلقه تعجبك من الاخر، وخليك دايما متاكد ان انت اللي بتشجعني كل يوم عشان اعمل جديد واستمر في تقديم المحتوى. فخليك دايما تكون عامل لايك ومشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. اللايك بيفرق معايا، بيخليني اقدر اكمل الفيديوهات واجيب لك في فلاتر جديده، فلاتر حلوه ومش موجوده عند اي حد، لان انا اللي بكون صانع الفلتر واجيبه لك. بيكون فلتر احترافي وبيغير صورتك 180 درجه. ناس كتيره قوي حبت الفلاتر. الفيديوهات القديمه هسيبها لك اخر الحلقه، واسف على المقدمه الطويله. طبعا حلقه النهارده جايب لك فيها 5 فلاتر جامدين قوي قوي قوي، مش هتلاقيهم عند اي حد خالص. ال5 فلاتر دول انا بقالي اكتر من شهر بعملهم، بس عامل لك فلاتر جامده قوي 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 وهتعجبك قوي وهتخلي صورك حته ثانيه. وهوريك النهارده برده، عشان في ناس كتيره سالتني ازاي احمل الفلاتر. انا الفلاتر بكون سايبها لك كل فلتر في لينك، بتخش تحمله بتلاقي تحت الفيديو من غير باسورد ومن غير اي حاجه. الابلكيشن سهل خالص، دوس على كلمه تحميل، والنهارده هوريك ازاي تحمله برده. وهنخش نعمل فلتر من الفلاتر القديمه مثلا عندي على اليوتيوب، وهنشوف الموضوع ده سريعا. لو نخش على اليوتيوب كده وهنكتب فوق هنا مثلا في الاستوديو مثلا، هندوس عليها، هنخش على القناة عندي، هنجيب مثلا حلقة، مثلا أول حلقة عندي، آخر حلقة سايبها اهيت. 10 فلاتر حلوين قوي، وبنصحك إنك تخش تحمل الفلاتر وبيمشي معاك على صور كتير قوي. طبعا هندوس تحت هنا كده مزيد، وهنيجي في الوصف هنا هنلاقي بص ال10 فلاتر مرقمهم لك من 1 ل10. هندوس على أول واحد مثلا، دخلنا على جوجل بلاي ماشي. هي الطريقة سهلة خالص ومش تاخد معاك أقل من دقيقة. لو بتخش على أي حاجة تاني ولا برنامج مثلا إنك تفك الضغط على الفلتر وتحمله كده. طبعا أنت بتتفرج على الفلتر اللي أنا قبله وبعد برضه. طبعا الفلتر عاجبني، بدوس على كلمة داونلود هنا، بيدي لي 12 ثانية بالظبط إعلان موجود كده 12 ثانية، وبعد ال 12 ثانية يبدأ خلاص الفلتر يكون عندي على التليفون. وهوريك ازاي تضيفه في برنامج لايت روم برضه وتستخدمه على صور تانية. طبعا هتحمله هنا بالصيغة اللي فوق دي كده، أول صيغة عندك بتدوس على كلمة تنزيل. طبعا كلمة فتح هنا، اروح جايبينه على طول مدخلينه على برنامج لايت روم. بس كده الفلتر دخل عندنا على برنامج لايت روم. لحد كده انت 100 100. بعد كده بقى هنعرف ازاي نضيف الفلاتر على الصور في الفلاتر الجديده. بس سريعا كده هننزل بقى بالانترو، ونيجي بعد الانترو نخش جوه على برنامج لايت روم واوريك الفلاتر هيعجبوك قوي. ترش في اي حته، استناني. طبعا تعالى نبص بصه كده بسرعه على ال5 فلاتر بتاعتنا قبل وبعد، ونشوف الفرق قوي ولا لا، ونشوف الفلاتر الجامده تستحق اللايك اللي انت هتعمله والاشتراك في القناه. وطبعا خليك متاكد ان الكومنت بتاعك بيشجعني قوي. طبعا على طول كده هنفتح برنامج لايت روم زي ما انت ما شايف. دول ال5 فلاتر بتاعتنا. الفلتر ده ابيض واسود، فلتر الجحيم، كل فلتر يستاهل لايك. طبعا ده الفلتر الجملي زي ما انت ما شايف كده قبل وبعد. ده الفلتر بقى التلجي اللبني برضو، شايف انت الصورة؟ قرب كده بس. شايف الايديت؟ مش محتاج لابتوب ولا محتاج كمبيوتر عشان تعمل ايديت، دلوقتي بتليفونك تقدر تصور وتعمل ايديت. طبعا الفلتر ده مش عايز اتكلم عنه كتير، انت هتشوف الفلاتر هيعجبوك قوي وهتجربهم على صورك هيكونوا جامدين. طبعا الفلتر ده موت قبل وبعد اهوت برضو كده. 1 2 3 4 5 فلاتر. في طريقتين، في طريقه انك تعمل نسخ للفلتر او البريست بتاع يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. البريست بتاعك، وتبدا ايه تضيفه على صورك. في طريقه تانية انك تحفظ الفلتر عندك برقم او باسم، تخليه مثلا تضيفه على صور عندك تكون موجوده، اي صور بقى. فانا النهارده هوريك الطريقتين. الطريقه الاولى انك ازاي تاخد نسخه من الفلتر وتضيفها على صورك. طبعا هنا زي ما انت مش شايف كده، احنا هناخد هنا 3 شرطات مثلا، وناخد هنا كوبي، ندوس على علامه صح، تمام كده تمام. طب انا عايز اضيفه على صور تانية، انا مثلا مدخل صور هنا هوريها لك. هتيجي الصوره مثلا اللي انت عاوزها، اللي هي الصوره دي مثلا او الصوره دي مثلا، هنجربها على الصوره دي. تدوس على الكلمه اللي تحت منها على طول هنا كده على بريست، وتروح داس عليها، هيروح نازل عندك على الصوره قبل بعد. طبعا ال5 فلاتر عادي ممكن نضيفهم على صور كتير. عن الفلتر ده مش بتاع الصوره الاصليه، بس ضفناه على الصوره ده فشغال معانا 100 100. نجربها على صوره تانية مثلا، الصوره بتاعته نفس النظام برضو، بس هندوس هنا كده بس بدا ينزل معايا زي ما انت ما شايف كده الفلتر. هي الفلاتر اصلا كلها تحس انها اوروبيه اصلا، مش تحس، هي الفلاتر اصلا اوروبيه وتفكير اوروبي.
انت ممكن برضو تشوف الوقفات زي ديت وتبدا تصور برضو نفس الوقفات وتضيف عليها ايه الفلاتر بتاعنا. بس نصيحه مني في التصوير، حاول وانت بتصور تكون الشمس في وشك، ما تكونش الشمس وراك عشان بتدمر الصوره خالص. وتصور في وقت مناسب، الساعه 5 او الساعه 6 الساعه 7، 3 ساعات تصور فيهم براحتك. طبعا تعالى بقى نشوف الطريقه الثانيه اللي انا قلت لك عليها. مثلا هنخش هنا كده نشوف الفلاتر بتاعتنا. مثلا ايه، هناخد الفلتر التلج ده هنحفظه بقى عندنا على التليفون، مش هناخده كوبي عشان نحمله، عشان لو الفلتر اتمسح مننا او الصوره اتمسحت يبقى متضاف على برنامج لايت روم وموجود على طول. هندوس على 3 شرطات هنا وكلمه هنا سيف بريسيت، هندوس عليها سيف بريسيت ديت ماشي. وهنا كده تحت هنا كده يعني بقول لك اعمل قائمه، عايز تعمل قائمه اعمل قائمه. انا لو مثلا ايه هدوس هنا كده اختار قائمه جديده، مثلا اكتب القائمه مثلا ميم ميم ميم، اي حاجه اللي انت عاوز تكتبه صح كده ماشي. وهنيجي هنا هنكتب مثلا ايه رقم 1 مثلا، هندوس على علامه صح تمام كده يا باشا. لو انا اكيد كده مثلا رحت ماسح الصوره خالص كده، خلاص على كده الفلتر موجود عندي برضه، سيفته عندي خلاص. انا مثلا لو كده برضه اشوف صوره ثانيه، مثلا هنجيب صوره بقى اوريك ازاي تضيف الفلتر على الصوره. صوره زي دي كده تحت كده خالص مكتوب بريسيت، هندوس عليها وهنطلع بره كده. دي القائمه انا كنت عاملها قبل كده، فاحنا عملنا القائمه ايه ميم ميم ميم، هتلاقيها موجوده هنا اهيت والفلتر جواها. هتدوس عليه كده بعلامه صح كده، خلاص يا معلم اتضاف عندي. قبل بعد طبعا الصوره دي زي ما انت شايف كده هي ماشيه على الصوره وجامده، والفلتر مش بتاعها بس ماشي، بس في عيب واحد مثلا اللون اللبني ده جاي على التيشيرت ومبوظ الدنيا خالص. فانا هوريك ازاي النهارده برضو تظبط على البريسيت. يعني انت لو عندك بريسيت وفي حلو على الصوره بس في حاجه صغيره تقدر تعدل عليه. هنيجي هنا عند الالوان كده وندوس عليها وندوس هنا ونروح عند اللون الزهري وهنيجي ساحبين اللون ده خالص كده ونروح مفتحين سنه كده. شايف يا معلم زي ما انت ما شايف الصوره جامده قوي. يعني هو الفلتر حلو على الصوره بس في عيب واحد بس، فانا اقدر اصلح على العيب ده. طبعا لو عايز مثلا اغير اللون الزرع برضو مثلا ممكن اقفله خالص كده رصاصي، او ممكن افتحه كده واغير اللون خالص اخضر، او اقفل اللون هنا خالص اصفر وسنه بلمسه واحده بس، اعمل 3 4 فلاتر عليها. يعني انا ممكن اتصور 4 5 صور زي ما انت ما شايف كده، تغير من الفلاتر من الوان بس، حاجات بسيطه. ولو عجبك الموضوع ده احنا ممكن نبدا نعمل مع بعضينا، نتعلم ازاي نعمل فلتر على البرنامج من غير ما نحمل من غير ما نعمل اي حاجه، ونبدا نظبط الصوره على حسب التصوير. لو عجبك الفكره اكتب لي في الكومنتات. بس زي ما انت ما شايف كده هتضيف الصور. مثلا عندك هطلع بره كده، الصوره دي مثلا قلنا اللي هي بتاعت ايه البريسيت اللي احنا حافظينه بتاع الصوره دي، فاحنا هنلغي ده خالص كده من هنا اهو ماشي. هنيجي هنا كده نروح لاغيين ماشي تمام. نيجي عند البريسيت وندوس على كلمه 1 مظبوط، الصوره 100 100 موجوده معايا. اي صوره بقى احنا عاوزينها بنضيفها من هنا من تحت كده، بنخش على ايه عندي على الملفات وابدا اضيف الصوره بتاعتنا. بس انا حاطط الصور جوه هنا عشان ابدا اغيرها. هنا هو بريسيت وداس رقم 2 هتلاقي الفلتر نزل عندك 100 100 تمام كده. الصوره دي جامده قوي والفلتر بتاعها اجمد بصراحه زي ما انت ما شايف كده قبل وبعد. صراحه الفلتر جامد قوي، هما ال5 فلاتر جامدين قوي مش هتلاقيهم في اي حته اللي عندنا. ما تنساش زي ما تكون مشترك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك المتين بتاعك كده عشان الفيديو يطلع اكتر واكتر، ونكبر القناه مع بعض وتشجعني ان استمر وانزلك في حلقات جديده. سلام يا صاحبي.